اوعى اوعى يغرك جسمك. الاهلي في اسوأ حالاته سوبر. الاهلي يفوز على غريمه التقليدي نادي الزمالك 2-0 في السوبر المصري بالامارات باقدام اشرف بن شرقي ومروان عطية، ويفوز بالسوبر ال16 في تاريخه. سامحوهم بقى، بن شرقي المرة اللي فاتت لما جاب جون في الزمالك ما فرحش، بس المرة دي بعد ما جاب الجون ما قدرش يمسك نفسه من الفرحة. للوهلة الأولى كده لو أنت ما بتتفرجش على الماتش وبتسمعه بس، أول ما تسمع إن زيزو رفع الكورة وبن شرقي حطها، تفتكر إن الجون ده لنادي الزمالك. للوهلة الأولى بتفتكر إن الزمالك كسبان 1-0، ولما مروان عطية جاب الجون لو انت سامع هتفتكر ان الجون ده جون التعادل 1-1. عايز اقول لكم ان الماتش كرويا ما كانش احسن حاجة، على الرغم انه بيتلعب بين اكبر فرقتين في مصر جماهيريا وبطولات، مش في مصر بس، ده داخل مصر وخارج مصر كمان. الزمالك من اول الماتش وهو نازل يدافع كان قلقان وما قدرش يلعب على اخطاء النادي الاهلي او على نقط ضعفه. الناحيه الدفاعيه اللي هي الكور الطوليه ما بين المدافعين، النادي الاهلي كان عنده فيها شويه لخبطه وبيتلخبط فيها، ما عملهاش غير مره واحده بس، والحمد لله انها جت لشيكو بنزا، علشان شيكو بنزا بعد ما عمل فيها عداء وعدى من الجنب، لو كان لعبها بالعرض لناصر ماهر كانت جون، لكن الحمد لله ان هو طمع فيها وحب يلعبها في الجون، فطبعا طلعت بالمنظر اللي انتوا شفتوه ده. مقابل ان النادي الاهلي الشوط الاول فعلا كان ماسك كوره، بس ما كانش عنده الشراسه الهجوميه اللي فعلا يقدر ان هو يهدد بيها مرمى الزمالك. ماسك كوره بس بدون ايجابيه، بدون شراسه، لحد الشوط الاول ما طلع بالتعادل السلبي 0-0. احمد عبد الرؤوف في الشوط الثاني حاول انه يغير شكل الزمالك الهجومي، عشان كده عمل 3 تغييرات في بدايه الشوط الثاني، منهم تغيير اضطراري بتاع حسام عبد المجيد، لكن كان فيه تغييرين سيف الجزيري واخوان بازيرة علشان يغير شكل الزمالك هجوميا، وفعلا قدر انه يغير شكله هجوميا وقدر انه يباخت الاهلي هجوميا، بس ده لمده ربع ساعه بس، وبعد كده رجع الزمالك تاني زي ما كان يدافع. الاهلي في مجمل الماتش عمل ماتش كويس، قدر يحافظ على